السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وبأحسن صحة. متنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على النبي. ايه ده يا ام محمد؟ في ايه؟ ما هو لازما اول ما اسمع سعر الانبوبة والانبوبة تغلى كده بالطريقة دي فلازم اعمل كده واتصرف عشان اوفر. احنا هنا توفير وبس. انبوبة في الغاز وفي كل حاجة، مش في الاكل والشرب بس، في كل حاجة. ايه ده؟ لما الانبوبة تقعد معايا اسبوع المفروض اعمل ايه؟ ما هو المفروض اعمل كده. والله العظيم ما بكدب عليكم. الانبوبة حطيتها يوم الخميس اللي بعده لقيتها خلصانة اسبوع. انتوا متخيلين؟ اسبوع والانبوبة بكام؟ يعني ب180. مش عارفة في ايه، والله العظيم ما عارفة. فقلت لازم اتصرف. اعمل ايه؟ عندي حتة هنا فوق كده، عندك انتي بقى حتة فوق على السطح. ممكن، لو انا هنا كانت عندي على السلم، يعني ده الدور التاني. في الحتة اللي على السلم كده رحت حاطة بلوكتين كده، ولو عايزين اوريكم يعني طريقة تعملوه ازاي الكانون اوريهولكم. هنا بقى اعمل ايه بقى؟ الكشري. تحدي صعب ومحد اول مرة حد يعمله. طبعا عملت كشري على الكانون. مش عايزة اقول لكم على طعمه وحلاوته وجماله. عايزة اقول لكم في فرق جامد بين الغاز والكانون. انا عايزة اقول لكم انا اول مرة في حياتي اعمل على الكانون. تصدقوا بقى دي؟ يعني والدتي هي اللي كانت بتعمل، بس انا اول مرة اجربه واعمل قدامه عليه الاكل من اوله لاخره كده. بس بصراحة كانت تجربة حلوة. انا ما زعلتش عليها هي، بس انا زعلت على الحلل اللي باظت، بس هتبقى زي الفل دلوقتي ما تقلقوش. وعملت وتحديت نفسي وعملت، وان شاء الله ان شاء الله كده شكله هو هيبقى صديقي من هنا ورايح. هنا بقى كنت عملت البصل، حمرت البصل، قطعته جوانح ورشيت عليه شوية نشا. والزيت بقى اللي حمرت فيه البصل هعمل بيه بقية الاكل كله. والله العظيم ما بكدب عليكم، كان طعمه احلى من اللي انا عملته. على فكره كنت عامله معاكم الكشري قبل كده، ده احلى من اللي انا كنت عاملاه معاكم. تتوقعوا بقى دي؟ هنا بقى حطيت الزيت هعمل الرز بشعريه. بصوا بقى، ازازه زيت فاضيه هنرميها، كيس فاضي هنرميه، اي بصوا بياخد كل حاجه اهو. شوفوا رميت الكيس. ازازة بالاستكاية، قشر البصل قصدي، قشر التوم، ده كله هنرميه فيه. معلش لو البصل التاني ده برميه للطيور جنبيه. انا بقى اقلب الشعرية، واول ما تاخد معايا لون هروح بقى. كنت غاسلة الرز على فكرة، انا عملت كل حاجة فوق، كل حاجة يعني. وهنا الرز بقى غسلاه ومصفيه كويس وقلبته. والله العظيم مش عايزه اقول لكم على طعم، مش عايزه اشكر فيه كتير، بس هو حقيقه كان طعمه احلى. هنا بقى كان عندي شوربه. كانت شوربه بتاعت فراخ، كانت عندي في التلاجة فكبتها للرز. هنا بقى اول ما النار بتبدأ تهدى بحط خشب بقى. بصوا انا بولع بخشب، خشب وازايز وبلاستيك وكرتون، اي حاجه عندك حطيها ما تستخسريش. هنا بقى غطيت الرز. بصوا ان الرز كان استوى. انا كنت مغطياه بس انا فصلت الكاميرا، كان استوى. قلت ورحت بقى منزلاه. هعمل معاكم بقى ايه؟ هسلق المكرونه. كل حاجه انا عملت، مفيش الا بصراحه العدس بتاع الكشري اللي انا كنت خايفه بقى، كنت يعني قلت اخد وقتي بدري بدل ما اطلع فوق ما اعرفش اعمل حاجه. خد مني غلوتين 3 على البوتاجاز تحت، وكملت سوا فوق على الكانون. هنا بقى الميه حطيت فيها ملح وهسيبها تغلي. هنا بقى حطيت ملح وهنزل بقى بالمكرونه الاول اللي هي الاسباجيتي، هنزل بيها الاول. وبعد كده بقى هنزل بالمكرونه التانية، اي نوع بقى تاني لو عندك وسط رفيعه اي حاجه.
هنا اهي. قولوا لي عايزين نعمل ايه على الكانون وانا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه كله. لو عايزين مثلا اوريكم هو بيتعمل ازاي هعمله معاكم برضو. يعني انا بفكر ان انا انقله من مكانه، بس انا حابه مكانه كده. بس اول ما النار بتبدا تهدى بحط لها بقى، بيبقى جنبيها مثلا خشب قشر البطاطس اهو، قشر قصدي البصل، والكيس اللي فضيت منها المكرونه. هنا بقى حطيت المكرونه الاسباجيتي الاول، خدت غلوه، وبعد كده نزلت دي كانت معايا مكرونه رفيعه مش وسط. تمام، هقلبهم بقى واغطيهم. هيستووا معايا اروح بقى نازله بيه. عندي بقى مصفى، جايبه جنبيها مصفى تحتيها بلاستيكيه صفت فيها المكرونه. انا بس عايزه اتفرج على شكله كده، والله العظيم شكله جميل قوي. هنا بقى المصفى والمكرونه اهو. بصوا كانت هنا استوت. وانا بقى طبعا مش عايزه اوسخ حلل، يعني انا مش عايزه ابهدل الحلل كلها. فعملت ايه؟ رحت الحله دي غسلتها، ورحت هنا بقى كانت العدس اللي انا قلت لكم ان هو خد معايا غلوتين تحت على البوتاجاز العادي. هنا بقى كان بصوا استوى، صفيته برضو. هنا بقى كانت النار تبدا تطفي، بصي بحط لها بقى خشب عشان هبدا اعمل التسبيكه. والله العظيم كانت تجربة جميلة. جربوا كده تعمل، بس بلاش يا جماعة اللي عنده حساسية، اللي عنده اللي بيتخنق. هو ما فيش دخان جامد، بس هي بقى يعني ايه في الاول بس. نعم، مجرد ما بتمشي معاها في بعد كده الدنيا بتبقى زي الفل. هنا بقى هعمل الصلصة بتاعت المحشي. عايزة اقول لكم بقى على حاجة. بصوا انا هحط الازازة دلوقتي. اقول لكم على حاجة كمان. يعني الكهرباء كانت قطعة عندي، تتخيلوا بقى دي؟ والله العظيم الكهرباء كانت قطعة وما فرمتش طماطم. يعني بصوا، توفير في كل حاجة، كهرباء غاز مية كل حاجة. هنا بقى هحط الزيت، هعمل بقى الصلصة. كان عندي التوم مقطعاه كده على ايديا بالسكينة يعني اهو. هنزل بشوية توم هياخدوا معايا لون. فاكرين التسبيكة اللي احنا سبكناها معاكم مع بعض في الفيديو اللي فات، اللي هي كانت مع السمك؟ هي بقى هنا هنزل بيها، هحطها هتتسبك وتبقى زي الفل اهي. كنت حطها في الفريزر، طلعتها طبعا، وقطعت عليها طماطم تاني كانت عندي. خليتها تاخد بقى تتسبك مع بعضيها كده تسبيكة معتبرة حلوة. يعني هنا كمون، بعد ما غلت خلاص كنت هشيلها. كمون وبابريكا. هحط برضو كيس كل حاجة. بصوا احنا منضيعش وقت. هحط الكيس تحت في النار برضو اهو. حطيته. واحدة مكعب ماجي والملح. واقلبهم بقى كده، وهسيبهم برضو مع نفسهم كده شوية، وهنزلهم. يا باين كانت ما عملتش حاجة بعديها. انا عايزة اقول لكم، هي عايزة كوباية شاي. واحد يطلع يعمل كده كوباية شاي على الكانون ده، تبقى طعمها تحفة. هنا بقى كنت بعمل الدقة.
معايا توم، كنت حاطه زيت وتوم، واول ما ياخد معايا لون هروح نازله بقى بالخل. هنزل اهو، هنا خد معايا لون اهو، كنت بوريكم. معايا خل، معايا خل، واحط كمون، كمون وكزبره وفلفل اسود، وملح، وهقلبهم بقى وشويه ميه. هنا بقى شويه ميه اهو. اتفرجوا لي بقى، هنا كنت بغرب بقى. بصوا الرز وجمال، شوفوا مفلفل ازاي، والله العظيم. كانوا شويه كشري. انا عايزه اقول لكم، انا باكل الرز كده فيه حاجه طعم، يعني الطعم ده مش بحس بيه وانا عاملاه على البوتاجاز ايا كان بقى، لو كشري غير كشري ما بحسش بالطعم ده خالص. وهنا بقى بصوا المكرونه، بصوا فرفره كده وجميله اهي. الله. وهنا العدس. على فكره في حاجه، انا ما عملتش حمص لان عندي مش بياكلوه، مش بيرضوا ياكلوه. تمام. وشويه بصل اللي كنا محمرينهم مع بعض. اتفرجوا لي بقى على الجمال. وشويه صلصه، كانت سخنة طبعا لان انا كنت لسه منزلاها. بصوا، ناخد شوية صلصة كده. الله. عايزة اقول لكم حاجة تفتح النفس. مبصوش للشكل الحلو اللي هتنضف وتبقى زي الفل. بس الله ما شاء الله. وهنا الدقة اهي. وكلي بقى احلى شوية كشري، وبألف هنا. مع السلامة.